السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما انتم شايفين العظمة اللي قدامنا دي، صينية مكرونة بشاميل بقى متكلفة متكلفة يعني. هتشرفك قدام ضيوفك وهتعملي بيها أحلى عزومة. مخدتش وقت خالص، سهلة جدا، ريحتها قلب الشقة. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير وطريقة التحضير. زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي، انا عندي المكرونه البشاميل اللي مش بتحتاج مني غير اللحمه المفرومه، واساسي جبنه موتزاريلا، وكمان المكرونه الاقلام بتاعتي. في ناس بتعملها كتير بمكرونه عقل وسباكيتي، بس انا الصراحه ما بستطعمش بالبشاميل غير بالمكرونه الاقلام زي ما انتوا شايفين. بدأت كده عندي سلق المكرونة مية عادي خالص وملح، ما بحطش زيت أبدا، وسبتها بقى على النار. ولازم المكرونة بتاعتك ما يعني ايه، ما تسويهاش قوي، لازم يبقى فيها ندغة بسيطة جدا جدا عشان خاطر تنجح معاكي البشاميل ويبقى طعمه روعة. بدأت بقى عم بعمل البشاميل اللي أنا بالزبدة. بدأت حطيت مكعبين من الزبدة، حطيت عليهم معلقتين من السمنة، وبدأت حطيت عليهم 4 معالق من الدقيق، لأن دول 4 معالق بياخدوا 4 معالق زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت كده لغاية ما الدقيق عندي لون ولونه اختلف كده وتحول للون المصفر شوية، رحت نازلة على طول بالحليب بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت على طول أقلب كويس جدا جدا بقى بالمضرب كده اليدوي بتاعي، علشان خاطر من يمنع أي تكتلات أو أي حاجة مش مظبوطة في البشاميل. لأن البشاميل لو إحنا أغفلنا عنه هتلاقي فيه تكتلات وحاجات كده إيه، يعني إيه تضايقك. طيب دلوقتي على طول بعد ما خلاص يتلم معايا كده وفار معايا، بدأت بقى أحط التوابل بتاعته. حطيت مكعبين من مرق الدجاج، بيديله تيست رهيب وطعمه تحفة. وبدأت بقى حطيت طبعا، ده ما بستغنش عنه، حبهان باودر بيدي طعم حلو قوي. فلفل اسمر، عندك فلفل ابيض حطي، بس سبحان الله انا جبت فلفل ابيض حسيت ان هو بيدي كده طعم غريب، ما عجبنيش ابدا في الاكل، فما انصحكوش بيه. وحطيت فلفل اسمر، وعندك قرفه حطي قرفه، والدنيا زي الفل. ايه الجمال بقى بتاعنا ده؟ القشطه، حبة قشطة حلوين كده حطيهم في البشاميل بتاعك، وخدي أحلى طعم وأحلى ريحة. وبصي تاكلي الحتة تبقى عايزة تاكلي الصينية كلها. وزي ما انتوا شايفين كده بتزودي ملح بقى لغاية ما تدوقي الحدق بتاعك كده، وتبقى الدنيا تمام ومظبوطة زي الفل. عايزة تحطي جبنة شيدر مفيش مشكلة، بس أنا اكتفيت بالقشطة. بدأت بقى أعمل تتبيلة أعصج اللحمة بتاعتي. حطيت بصلتين كده حلوين تقطيع بقى صغير، وعلى شوية زيت. وبدأت بعد ما دبلوا شوية حطيت عليهم اللحمة المفرومة بتاعتي زي ما انتم شايفين. بعد ما تشكشك كده معايا، اروح حاطة على طول طماطماية كده حلوة مبشورة. ما بحبش احط صلصة فيها، بتديها تيست مش حلو، بحب كل حاجة تبقى فريش. فحطيت طماطم، عندك جزر حطي، عندك فلفل الوان حطي زي ما تحبي، يعني الحاجات متوفرة عندي بس. وخلاص كده جهزت معايا. حطينا طبعا توابلها ملح وفلفل حبهان باودر، وكمان القرفة. طيب دلوقتي بقى خلاص بعد المكرونة ما استوت معايا، وزي ما قلت لكم لازم تكون نادغة فيها سنة بسيطة كده، حطيت بقى عليها شوية من البشاميل. وبدأت كده ان انا اعمل ميكس ليهم في بعضهم كده. بدأت كمان دهنت الصينية زبدة. هنا طبعا كانت النور قطع عندي، فبدأت بقى صورت لكم كده بالفلاش. حطيت طبقة من المكرونة، بعد كده اللحمة المفرومة، حطيت عليها شوية من البشاميل والجبنة الموتزاريلا، ونزلت من الطبقة التانية. وفي هنا تركة حلوة قوي، ان انت تحطي اللي اسمها ايه دي، الجبنة الموتزاريلا قبل البشاميل اللي يديكي تيست. هي دي تديكي المطة، لو حطيتيها كلها من فوق هتلاقيها نشفت معاكي ومش حلوة خالص. التوبنج بتاعي كان بيضة، والبيضة دي حطيت عليها شوية من اللبن وشوية من القشطة، وضربتهم كويس ومزجتهم بالجبنة الموتزاريلا. وده سر الوش بتاعي
الجميل ده. مش قادرة أقول لكم كمية الطراوة الموجودة في البشاميل رهيبة 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 بجد، محدش بياكلها غير لما بيشكر فيها والحمد لله. فبجد اعملوها على ضمانتي، وأتمنى إنها تكون الوصفة دي عجبتكم. والتوبنج اللي بنحطه من فوق لما جيت قلت لكم شوية لبن على صفار بيضة مش بيضة كاملة، وكمان جبنة موتزاريلا. ما عندكيش كل ده اكتفي بس بصفار البيضة، ما عندكيش بيضة اكتفي بشوية القشطة، زي ما تحبي. كل ده بيديكي نفس الطعم ونفس يعني الوش الحلو دوت والتحميرة الحلوة دي. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم جدا، والفيديوهات الجاية جامدة جدا جدا جدا. اكتبوني في الكومنتات اي طريقة لأي وصفة تحبوها وتفضلوها، هعملها لكم بأسهل ما يمكن إن شاء الله، وتستفادوا وتطلعوا مستفادين منها بإذن الرحمن. زي ما انتم شايفين قطعة البشاميل يعني مش قادرة أقول لكم بتنادي أكلها يعني. كلناها بسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا للي كلها. يعني هو أنا صراحة اليوم ده عملتها كده أرضيحي، بس كانت نعمة ورضا. يعني كانت أكلة في قمة الجمال، يعني مع شوية بقى ليمون معصفر حلو كده من اللي احنا بنعمله. شايفين بقى الجمال؟ حتى البشاميل اللي فيه جوسي كده مش ماسك ولا جامد. بجد كانت وصفة تحفة جدا جدا. مستنياكوا بقى. والجبنة كمان موتزاريلا، الموتزاريلا فيها ما شاء الله بتشد اللهم بارك. مستنياكوا بقى في لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.